عارف التاجر لو فاتح في شارع لوحده مفيش اللي هو بس اللي بيبيع مثلا الحاجه دي وليكن ادوات منزليه، فهو ايه ما دام فاتح لوحده في الشارع فهيبيع بالسعر اللي هو عايزه، وهيشتغل يوم ويأجز يومين، اللي هو ضامن ان بعد اجازه اليومين هيرجع يلاقي شغل. مفيش اللي هو طيب بالك بقى لو جه محل تاني عنده نفس الادوات المنزليه فتح في نفس الشارع بل وبيبيع ارخص منه، هيعمل ايه؟ هيخاف على رزقه، هيخاف. فساعتها هيقل السعر، هيشتغل كل يوم وهيقعد كمان اوفر تايم، هيقعد وقت زياده عن المحل التاني عشان يرجع تاني يشتغل ويبقى احسن من الاول. هتقول لي انت عايز تقول ايه يا ابو سعيد؟ هقول لك ركز معايا في الحلقه عشان تفهم انا عايز اقول ايه. طيب قبل اي حاجه طبعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بكم في حلقه جديده وناريه باذن الله من ملعب ابو سعيد. ومن هو ابو سعيد؟ ابو سعيد اللي بيسعى جاهدا لاسعادك، فليكن وحط اللايك بتاعك الجميل دعما لاخوك محمد ابو سعيد. طيب هتقول لي انت عايز تقول ايه يا ابو سعيد؟ عايز اقول لك ان من كتر استهتار لعيبه النادي الاهلي فمصر الكوره بيفكر في بدلاء اقوياء يكونوا بدايل للعواجيز، بدايل للمستهترين. لكن قبل ما نتكلم في المستهترين ما ننساش طبعا تدعي اخواتنا في فلسطين، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين، وخلي موضوع المستهترين ده ورا شويه. ونبدا الاول بدق الطبول نادي الزمالك، ولسه لحد دلوقتي في نادي الزمالك بيدقوا الطبول طبعا فرحا ومرحا على فوزهم بالسوبر الافريقي امام ملك القاره كلها وهو النادي الاهلي. فرحانين جدا طبعا، ده كسبانين ايه؟ سوبر الابطال، زي ما في دوري الابطال اللي خدناه على بتاعه القفشه والقاضيه والكلام ده، لا في سوبر الابطال وده بتاع ناصر منسي اللي كان منسي وجه افتكر الكوره امام النادي الاهلي. ولسه بقى ميتو عقبه والدنيا وشعلله وشماريخ ودنيا وشغل عالي يعني. لكن ايه بقى؟ استاذ احمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك قال لك ايه بقى؟ الزمالك سيصل الى العالميه. انا عايز سيادتك تقول لي ازاي الزمالك سيصل الى العالميه بكاس القامه اللي بياخده كل موسم في دوري ابطال افريقيا. الزمالك ازاي هيوصل للعالميه وهو بياخد الكونفدراليه بطوله ضعيفه جدا جدا. عايز توصل للعالميه؟ اكسب دوري الابطال، والاهلي مش هيسمح لك، الاهلي مستحيل يسمح لك. اكسب دوري الابطال ثم معاك السوبر الافريقي، معاك السوبر الافريقي، اكسب دوري الابطال، اوصل لكاس العالم للانديه، هنا بقى يبقى انت وصلت للعالميه حرفيا. نادي الزمالك بقى عايز يعمل لقطه جميله قوي، وايه بقى الكلام الكبير اللي سمعناه عن مواجهه العظماء، اعظم ناديين في القاره كلهم، نادي مش هقول لك الاهلي ما تخافش، نادي الزمالك العريق وميتو عقبه والبليله والبطيخ مع مين بقى؟ مع الملكي ريال بزراميط. نادي الزمالك العظيم مع ريال مدريد في مواجهه قاسيه ما بين مين بقى؟ ما بين بطل السوبر الافريقي وبطل السوبر الاوروبي. دي طبعا بطوله سمعناها ازاي؟ سمعناها من احد الناس اللي عندها هلوسه، الناس اللي شافت ان هم خلاص كسبوا بقى الدوري ايه اللي هو السوبر الافريقي، فخلاص بقى احنا نلعب ريال مدريد في كاس العالم. نلعب ريال مدريد، احنا جامدين، احنا هنقرش ريال مدريد، خاف مني. فقال لك هنواجه ايه ريال مدريد في مش عارف بطوله تجمع ما بين السوبر الافريقي والسوبر الاوروبي. فطبعا الكلام ده هلس ومفيش منه. طبعا طلع واحد من نادي الزمالك قال لك الكاف ما اخترناش بحاجه زي كده، والكاف طلعت قالت احنا ما قلناش حاجه زي كده، ولو جد جديد هنبلغكم. مفيش حاجه حصلت، مفيش، ده كلام كله في الهوا. لكن يا جماعه حسين لبيب قال لك نقطه نتوقف عندها، نقطه قال لك نسعى لاقامه مباراه وديه ما بين نادي الزمالك العظيم بجماهيره العظيمه ونادي الملكي ريال مدريد مع احترام لكل مشجعينه. قال لك نسعى لجمع مباراه وديه بمين؟ برعايه تركي آل الشيخ. ما يستبعدهاش، صعبه جامد، بس ما يستبعدهاش. نادي الزمالك نادي كبير وليه اسمه، ونادي الملكي ريال مدريد بشكل كبير جدا هيوافق على اقامه المباراه الوديه. بس ريال مدريد ما عندوش وقت، مشكله يقول لك ما عنديش وقت. فهو ده الموضوع باختصار في نادي الزمالك.
طيب ندخل بقى على النادي الاهلي، وفيها حاجه حلوه اللي هي النادي الاهلي مهما خسرنا ومهما تعصانا ومهما نمنا وصحينا خسرانين وزعلانين بسبب بسبب لعيبه النادي الاهلي وبسبب اداره الاهلي، دوما هنقول فيها حاجه حلوه. وايه هي الحاجه الحلوه؟ مفيش احسن من النادي الاهلي. الاهلي يحسم صفقتين محليتين. ونرجع بقى للعنوان او المقدمه. هقول لك يعني ايه بقى التاجر لما يلاقي ان تاجر تاني داخل عليه وفتح جنبيه بيخاف. ازاي بقى؟ لان عندك ايه في ماتش مثلا زي بتاع السوبر الافريقي، عندك مين؟ عندك وسام ابو علي بيلعب لوحده براحته، مفيش بديل. وهيعمل ايه ان ايه اصلا مفيش كوره وصلت له؟ طب مين اللي بيوصل له الكوره؟ امام عاشور كان شغال. لا، في حد بيضغط على امام عاشور بقوه عشان يشتغل في منافس قوي لامام عاشور مع احترام القفشه. لا، مع احترام القفشه في الفتره دي لا خالص. فانت محتاج تدعم حد مكانه، ولو مش هتدعم حد اشتغل على قفشه يشارك بشكل اساسي، اللي هو خلي قفشه يركب فوق امام. مع احترام طبعا الجمله، معلش انا اسف غريبه شويه ممكن تفهم غلط. لا، خلي قفشه يلعب على امام، خليه يلعب على امام في بعض المباريات. حسس امام ان منطقته ومكانه وخط وسطه في خطر، ساعتها هيديك كل اللي عنده. وكده مع معظم اللعيبه. عندك واحد مثلا زي تاو مستهتر لابعد حدود، عندك بديل؟ ما عندكش بديل. عندك طاهر بلح. عندك ايه بقى في المهاجمين؟ وسام ابو علي. عندك كهربا بعيد كل البعد عن مستواه. كهربا قدم كتير للنادي الاهلي لكن حاليا مش مستواه. عندك مين على الجنب اليمين بديل تاو؟ عندك طاهر. صباح الفل. عندك مين على الجنب الشمال؟ عندك اقوى اتنين حاليا، وهما اللي مستواهم ما يبعدوش عن بعض. انت محتاج حد برضه يهددهم شويه. عندك مين؟ عندك شحات ورضا سليم. انت محتاج حد تاني يخاويهم، محتاج حد تاني عشان يدوس على اللعيبه دي. العب لا اما هتقعد دكه، العب لا اما هتمشي من النادي الاهلي. لو مستواك مش كويس وما عجبش المدير الفني هتمشي من النادي الاهلي. والضغط على الكوره لو مستواك مش حلو هتمشي. وفي عقوبات تانية نزلت على فكره، السهر اللي هيسهر كتير ممنوع يا باشا. السهر ممنوع تروح حنه ولا حفل حنه ولا حفل بقى عيد ميلاد ولا حتى حفل طهور ممنوع. والكلام ده لو اتكرر تاني هتشوف قريب ان في مدير كوره قوي وحاسم في النادي الاهلي. ده كان الموضوع. واقول لك ايه بقى مين هما الصفقات الجديده. الاهلي اقرب لاعب اللي قلت لك عليه طبعا ليله المباراه، وهو مين؟ وهو اللاعب مصطفى زيكو، لاعب نادي زد. مصطفى زيكو مخلص من شهر او اكتر من شهر، مخلص ماضي متفق بيثبت 99% مخلص كل حاجه مع النادي الاهلي وموافق وماضي وكله زي الفل. وزد مش هيعصلك معاك في 2 جنيه، لان هو مش هياخد فكه، مش هياخد فضيه، هياخد بتاع 5 مليون 10 مليون زي ما تيجي بقى. فطبعا ده اقرب صفقه. وزيكو زيكو بيلعب في مراكز كتير. زيكو لعيب اللي هو بص ليبو، بيلعب في كل مكان، جناح يمين معاك، جناح شمال معاك، ممكن اصلا مهاجم وهمي، ممكن مش عارف كان بيلعب فين، وسط ملعب. شفت قبل كده بيلعب وسط ملعب، ممكن برضه يلعب وسط ملعب. لا، لاعب حلو، هيضغط على لعيبتك كلها. هاته، لو مش هتلعبه هاته، يبقى عندك دقه قويه. زيكو لاعب قوي. مين بقى المهاجمين الاقرب الى النادي الاهلي المحليين؟ طبعا لان النادي الاهلي مفيش افريقي، قال لك احنا قفلنا الملف الافريقي وممكن يفتحوه بسبب الكارثه اللي حصلت في مباراه السوبر. مين بقى؟ احمد امين اوفا ممكن تشوفه في النادي الاهلي. ومين تاني؟ واسامه جلال. اسامه جلال يا جماعه، مش اللاعب ده حاسه اقل من امكانيات النادي الاهلي، فممكن ممكن اوفا يجي النادي الاهلي. دول اللعيبه الاقرب من النادي الاهلي، وبشكل كبير جدا الاهلي هيضغط على كولر عشان ايه؟ يوافق باللعيبه دي. الاهلي هو اللي هيضغط على المدير الفني عشان يوافق باللعيبه. ليه؟ لان لعيبتنا افضل لعيبه في مصر، مفيش احسن من لعيبه النادي الاهلي. فلعيبه النادي الاهلي مش مقدره قدراتها ولا مقدره روح الفانلة اللي هي لابساها. طيب اطمنكم في اخر حلقتنا كده عن اصابه محمد هاني. طبعا الحمد لله ليس قطع في الرباط الصليبي، زي ما قلت لك ان ممكن يبقى قطع في الرباط الصليبي امبارح، لكن الدكتور محمد جاب الله طلع خلاص واتكلم. وطبعا رسمي صفحه الاهلي الرسميه اعلنت اصابه محمد هاني بجزع في الرباط الصليبي الخلفي في الركبه، وباذن الله
الوضع ما يطولش ويرجع لنا بسرعه. لسه طبعا ما نعرفش مدته تاخير قد ايه، لكن فيما بعد هنعرف. طيب دي حلقتنا النهارده، اتمنى والله تعالى ان الحلقه تكون عجبتكم. ولو الحلقه عجبتكم ما تنساش دعمني بلايك، اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وانتظروني غدا باذن الله تعالى في حلقه نهائيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.